تعالوا مع بعض نعمل صينية بطاطس بالكفتة في الفرن. بجد وصفة سهلة جدا وبسيطة وتقريبا جديدة. هعمل لكم كده شوية تركات فيها حلوة جدا. وهنستخدم فيها الطحينة الحمراء اللي احنا عملناها مع بعض، وهوريكم القوام بتاعها عمل معايا ايه. تعالوا كده نقول بسم الله ونجيب بطاطس كده نقشرها تقريبا كيلو ونص كده من البطاطس. هقطعها مكعبات كبيرة زي ما انتم شايفين عشان ما تحط في الفرن يعني تستوي، يعني تبقى متماسكه، يعني ما اقطعهاش رفيعه علشان ما تتهراش معايا في الفرن. هحط بعد ما اقطعها مكعبات، هجيب كده 3 حبات كده او حبايتين من الطماطم، هقطعهم برضو مكعبات كبيره بالشكل ده، وهحطها فوق البطاطس. وطبعا بقى هبهرها بقى توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، كمون، بابريكا، حبه كاري، حبه توابل لحمه. وهقلب المكونات كويس جدا، واحط كمان معلقه صلصه وحبه زيت كده صغيرين، وابتدي اقلب اخلطها كويس جدا، واكون مولعه الفرن على درجه حراره 180 لحد لما البطاطس تستوي بس نص سوا. وهزود عليهم حبه شوربه او حبه ميه، تقريبا كده كوبايه، وهقلبهم وادخلهم الفرن. وبعد كده احضر الكفته معاكم. اجيب كده بصل، اكون فرماه كده بصلتين كبار فرماهم، واجيب ربع كيلو من اللحمه المفرومه، واتبلها بقى توم باودر وبصل باودر، اتبلها التوابل اللي انت حابه تبقي فيها الكفته. وهنعملها كفته عاديه جدا بيكون بدون اي اضافات يعني جديده. وهحط عليها معلقه توم مفروم، وهفضل اعجن فيها كده لحد لما تتماسك معايا او يعني كل المكونات تخش في بعضها بالشكل ده. واصبعها بقى على الاشكال اللي انت حباها، يعني الشكل اللي انت حباه. انا صبعتها كده صوابع كده بسيطه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. البطاطس بقى في الفرن هتاخد بس نص سوا، وبعد ما اخلص الكفته كلها هطلع الصينيه من الفرن وهرص فوقيها الكفته بالشكل ده. البطاطس ايه طلعتها تقريبا بقت دخلت في النص سوا كده، هرص فوقيها الكفته بالشكل ده، وهدخلها الفرن تاني عقبال ما اعمل صوص الطحينه اللي انا هوريهولكوا هنعمله ازاي. هدخلها برضو الفرن، وهعمل بقى اجيب كده معلقتين من الطحينه الحمراء اللي انا عملتها معاكم. شايفين التقل بتاعها عامل ازاي. هحط عليها كوبايه يعني علبه زبادي، وهقلبها. مسافه ما احط عليها الزبادي هتلاقيها تقلت معاكي جدا، يعني هتشوفوا التقل بقى. هحط بس ملح بس وكمون وهقلبها. شايفين التقل بتاع تقلت جدا معايا. وعصرة كده ليمونه وهقلبها. وهطلع بقى صينيه البطاطس كده بعد 10 دقايق تقريبا في الفرن تاني، دخلت في السوا كده اللحمه. احط فوقيها رغيف كده، واحط فوق الرغيف طبق عشان اقدر ان انا اقلب بشقلب الصينيه عشان اصفي العصاره اللي نزلت من اللحمه والبطاطس بالشكل ده. وهاخد الصوص ده واحط فوق الطحينه عشان اخفف بيه الطحينه زي ما انتم شايفين كده، واقدر ان انا اصب فوق اللحمه بتاعتي. اشيل كده الرغيف والطبق من على الصينيه، واحط بقى صوص الطحينه فوق الوش بالشكل ده فوق اللحمه، وادخلها بقى تاخد السوا بتاعها الكامل، والطحين اللحمه كده تشرب من الطحينه، والبطاطس كمان. شايفين شكلها في الفرن عامل ازاي. بجد الطحينة حلوة جدا جدا كمان. بعد بقى تقريبا 10 دقايق تاني في الفرن طلعتها معاكم اهو. ممكن تعملي معاها حبة رز ابيض، وممكن تاكليها بالعيش. انا هحط بس ايه قطعة كده من الكفتة والبطاطس في الرغيف اللي انا كنت حطاه فوق الصينية. شايفين بالعيش طعمها حلو قوي، يعني طعمها جميل. واللي ممكن تعمليها حبة رز زي ما انا قلتلك، وبالهنا والشفا. بجد وصفة سهلة جدا وبسيطة. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.